مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم، وهذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا. هي ساعة إلا قليل نتناول فيها بعضا من الشأن المغربي والتواجد الإيراني في المغرب، وربما هناك معلومات رشحت لم يكذبها النظام الجزائري الرسمي، معلومات أن هناك تعاون على قدم وساق بين إيران والجزائر على حساب المغرب الشقيقة. هذا لا يعني أننا نتحدث عن سياسات الدول ولا نحرض على أحد فقط، إنما نعلن الأخبار كما هي لنا وظيفتنا أن ننبه شعوبنا وحكامنا وأنظمتنا إلى الخطر الإيراني الذي أباد العراق ويبيد سوريا واليمن. فهناك مشاهدينا الكرام خلايا استخباراتية برؤوس جزائرية تمهد لسلسلة اغتيالات تستهدف رموزا سياسية وعسكرية. خبر صادم كشفت عنه الصحف المغربية والتي وصلتها تقارير صاغتها قيادات جهادية عالمية، كشفت عن معلومات خطيرة عن تعاون أمني عسكري بين إيران والجزائر انبثقت منه خلايا استخباراتية برؤوس جزائرية تضم متشيعين مغاربة وسودانيين. وقال التقرير إن زيارات سرية لضباط جزائريين تمت في الفترة الأخيرة في إطار تعاون أمني عسكري تمهيدا لبناء ما أسماه منظومة أمان، وتشمل في محاورها الأساسية ملف الصحراء الغربية وليبيا والسودان والمغرب العربي، بتنسيق مع جهة معينة في جهاز الأمن التونسي. وأورد تقرير الكوادر الجهادية أن إيران تهدف لاحقا إلى إبرام اتفاق دفاع مشترك سيصل إلى نقل قوات إيرانية وبحرية إلى تونس والجزائر، وهي المعلومات التي يؤكد التقرير أنها صادرة عن ضابط إيراني كبير زار الضاحية الجنوبية للبنان. وسيضم هذا التحالف حسب التقرير نفسه نظام بشار الأسد، إذ تتحرك الجزائر بقوة أمنيا واستخباراتيا لمساعدته. واستفادت إيران كما أوردت معطيات التقرير من هذه الشراكة الاستراتيجية لزرع خلايا استخباراتية برؤوس جزائرية تمهيدا لعمليات اغتيال كبرى تستهدف رموزا سياسية وعسكرية خليجية وإفريقية، وهي وحدة خاصة تشكلت قبل أشهر. لماذا لم يستبعد المحللون والمراقبون صدقية هذا التقرير؟ لأن هناك تعاون حاصل على أرض الواقع بين الجزائر وإيران، وإن كان ظاهره مبادلات تجارية فباطنه تعاون أمني عسكري، وهو التقارب الذي جرى في سياق رد الجزائر على علاقتها المتوترة مع دول الخليج، خاصة المملكة السعودية والإمارات، كما أشارت له سابقا خطوة قطع المغرب علاقته مع إيران. تلك التطورات تأتي في وقت لم تعد فيه العلاقة بين الجزائر وإيران تكتيكية، بل أصبحت استراتيجية، خاصة أن دول الخليج تعتبر الحليف الاستراتيجي للمغرب، وهي العدو الأول لإيران، فيما استغلت الأخيرة تدهور علاقة الجزائر بدول الخليج لتصبح حليفتها الرئيسية. لماذا إذن تستهدف إيران وحلفائها المغرب؟ نبدأ نبذة تاريخية عن هذا المغرب العربي الكبير، حيث كان المغرب منذ الفتح الإسلامي عام 62 هجرية إقليما تابعا للخلافة الإسلامية على عهد الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية، إلى أن استقل استقلالا تاما بقيام دولة مغربية عربية إسلامية في إطار نظام ملكي إسلامي سني أصيل قائم على الكتاب والسنة والعدل والمساواة والتعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفقا للوثيقة التاريخية التي كانت بمثابة أول دستور مغربي مكتوب قامت على أساسه الدولة المغربية الناشئة بزعامة مؤسسها الإمام إدريس الأول ابن عبد الله الكامل ابن الحسن المثنى ابن الحسن السبط ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والسيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. تنتسب الأسرة العلوية المغربية الحاكمة إلى جدها الأعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وجدتها العليا فاطمة الزهراء رضي الله عنها، في سلسلة من النسب الشريف المنتمي أصلا لأهل البيت الكرام، وهم بذلك علويون، أي ينتسبون لجدهم علي بن أبي طالب مباشرة، وليس لهم علاقة بفرقة العلويين الضالة التي يحكم باسمها السفاح بشار الأسد في سوريا، فهؤلاء لا ينتسبون لعلي ولا يعرفون شيئا عن أخلاق علي ولا على آل بيته. لذلك حين قامت ثورة
الخميني وفتنت من فتنت، كان المغرب من أول الدول التي انتبهت لأكاذيب الخميني وخداعه، فلا هو منتسب لآل البيت ولا الدين الذي يعبر عنه له صلة أو علاقة بمعتقد آل البيت، معتقد أهل السنة والجماعة. لذلك كان من الطبيعي أن يكشف الملك الحسن الثاني ملك المغرب آنذاك طبيعة هذا الخميني وطبيعة معتقده، وأن يخوض علماء السنة في المغرب حربا ضروسا ضد الخميني وما يمثله من خرافات وأكاذيب ومحاولة للسطو على تراث آل البيت. نتابع ماذا قال الملك الحسن الثاني رحمه الله عن الهالك الخميني. صاحبنا السي الخميني اللي كفروا المغرب هو ما تمشي شهر على المسؤولية ديالته، واللي كفرناه رسميا بفتوى العلماء هذه عامين، لأنه تيقول أن الإمام هو أقرب إلى الله من الملائكة المقربين ومن الرسل وحتى النبي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحجج ما أقول هنا بلاغ من الطائفة ديال الأمام، وهو الماركسيين اللينيين الشيوعيين من باريس. غادي نقرا لك بالفرنساوية لأن ما فيها ما يترجم. الأمام réclame la révision fondamentale des opérations économiques et politiques qui ont conduit le pays à la catastrophe, ainsi que l'arrêt immédiat de la guerre au Sahara occidental, qui oppose depuis 7 ans les troupes marocaines et les combattants du Polisario, partisans de l'indépendance de l'ancienne colonie espagnole. الأول. ثانيا المنشور اللي كان تيتوزع في مراكش في يوم 6/1/84. قال لك منه بعد الفقرات ديال الأمام كذلك، وراه مقبوطين صحابو، وحتى بعد وللأسف بعد المحامين صغار تعملوا التدريب ثم تقبضوا. يقول ليكن في علمنا أن وضعيتنا الراهنة المريرة ليست نتيجة لحرب الصحراء التي يشنها النظام الملكي المهزوم على الشعب الصحراوي البطل، والتي يذهب ضحيتها الآلاف من أبنائنا، وليست نتيجة للجفاف كما يدعي الحسن السفاكي. أنا تنقرأ شي ما تيرهبنيش، بل راجع إلى نهب خيراتنا من طرف الأمريكان والأعداء. وزيد على هذا النمط وها إيران دي قتن هنا تيضر الفلوس بابي كلاسي والصور ملونة. صاحبنا الخميني تبدأ في هذه الأيام المصيرية التي يمر بها العالم الإسلامي، حيث يعيش مخاضا صعبة، يجتمع أناس يدعون تمثيل الشعوب الإسلامية ويطلقون على جمعهم هذا مؤتمر القمة الإسلامي، والأجدر أن يسمى قمة التآمر الجاهلي. هؤلاء هم الحكام المتسلطين على رقاب شعوبنا الإسلامية، والذي لا يكاد ينجو واحد منهم من ارتباطه بالعمالة لأحد الشيطانين الأكبرين أمريكا وروسيا. وزيد على هذا الناج في الصفحة الأولى والثانية. إذن النتيجة نتاع هادشي كله، النتيجة نتاع هادشي كله أن أولا هذه عمليات خارجية أجنبية حاولت أن المغرب والعلوية أبا عن جد كان من الطبيعي ألا تنطلي عليها أكاذيب الخميني، فالخميني ومن وراءه من الملالكة إنما يبيعون الماء في حارة السقائين كما نقول بالتعبير المصري. لكن رغم ذلك لم تتوقف إيران عن محاولة نشر التشيع في المغرب السنية العلوية رغم قطع المغرب علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، لأن طهران هددت البحرين السنية كدأبها
واتهمت المغرب إيران أكثر من مرة بالتدخل في شؤونها الداخلية ومحاولة نشر التشيع في المملكة السنية المالكية. أتباع الشيعة المدعومين من إيران حاولوا في المغرب سابقا تأسيس جمعيات أهلية، لكن السلطات المحلية كانت ترفض دائما وبشكل قاطع. ففي العام 2007 منعت السلطات تأسيس جمعية أنوار المودة الشيعية، وقبل 3 سنوات رفضت الإدارة المغربية الترخيص بتأسيس جمعية رساليون تقدميون الشيعية. ثم في 10 من مايو الجاري رفضت السلطات المغربية مجددا تأسيس جمعية رساليون تقدميون الشيعية أو التجديد لها بعد صدور الحكم. رغم ذلك أصر أعضاء الجمعية من الشيعة أن جمعيتهم قائمة، رغم أنها ظلت غير قانونية ولم مصرح بها لأنشطتها المريبة وتلقيها دعما من إيران ومحاولتها نشر الفتنة في المجتمع السني واختراقه بالفكر الشيعي الضال. لذلك اضطرت السلطات المغربية قبل أيام لاعتقال رئيس جمعية رساليون تقدميون الشيعية عبد الرحمن الشكراني أو الشكراني كما يسمونه في المغرب، بتهمة زعزعة استقرار المجتمع، بالإضافة إلى الدجل وكذب الشيعة الذي لن ينطلي على المغرب السنية العلوية. فالمملكة كانت متنبهة أيضا لخطر وجود المتشيعين وسط أي مجتمع سني. الخطر واضح في العراق الذي هيمنت عليه الميليشيات الشيعية الطائفية وحرقت الأخضر واليابس، وكان آخر جرائمها في الفلوجة ذبح 17 سنيا بدم بارد وحرق مسجدين في الكرمة. ورأوا أيضا تصريحات الإرهاب الدولي قاسم السليماني الذي هدد فيها بإشعار المنطقة إذا هزمت إيران في اليمن. رأى أهلنا في المغرب وقيادة المغرب حجم الحقد والكراهية التي يكنها الشيعة ومن خلفهم إيران أو من خلفهم إيران للشعوب والبلدان السنية، حتى لو كانوا منحدرين من نسل آل البيت رضي الله عنهم. السؤال الآن: ما الذي يريده الشيعة من المغرب؟ وما هي أطماع إيران في المغرب؟ وكيف يمكن أن ندعم أهلنا في المغرب للتصدي للمحاولات الإيرانية الشيعية لاختراق مجتمعهم؟ تواصلوا معنا مشاهدي الكرام عبر الهاتف الذي تجدونه على الشاشة تباعا. مشاهدي الكرام، كما قدمنا المسألة أننا ننبه أهلنا في المغرب، أو نقول بعيدا عن التنبيه فهم متنبهون لهذا. كيف للشيعة كما ورد في كلامي قبل ذلك يبيعون المياه في حارة السقايين؟ عندنا في مصر، معرفش هل المثل ده له نفسه شبيه ليه في المغرب العربي ولا لا. يا عم الشيعي، انت بتقول انا موالي لآل البيت. مين آل البيت يا عم الشيعي؟ الامام علي بن ابي طالب وباقي الائمه، حتى اللهبل المسردب ده اللي مولود بقاله 21 سنه او المختفي بقاله 1200 سنه، المتخلف عقليا ده اسمه محمد بن الحسن العسكري. كل التقدير طبعا الامام الحسن العسكري، لكن محمد هذا لم يوجد اصلا، لان احنا هتقول لي رمز غير موجود، لما اجي اسب غير موجود وانت تعترض عليا يبقى انت معتوه، انت مخبول، شيعي مخبول. فرايحين المغرب عشان يقولوا احنا موالين لآل البيت. طب يا ابني، ما هم المغاربه اصلا من يحكم المغرب منذ الخلافه العباسيه، بدايه الخلافه العباسيه، هم علويين اصلا، هم اتباع واحفاد، هم احفاد الامام علي بن ابي طالب. فانت جاي لي وانا جدي طب روح اثبت نسبك الاول. الشيعة الذين ينزلون الى المغرب العربي لكي ينشروا التشيع، المعممين دول لو ننزل طبعا، ولو سمحت السلطات هناك، وانا اعتقد السلطات المغربيه لا تسمح بوجود هذه العمائم العافنه على ارضها. العمائم العافنه دي روح اثبت نسبك الاول. اتحدى ان كان واحد من العمائم العافنه السوداء دي المنسب نفسه لآل البيت هو من آل البيت. واعلنا هذا التحدي قبل ذلك على الهواء، وقلنا يا عمي المهدي انت بتقول انه موجود، خلاص صدقنا انه موجود في السرداب، هات لي عينه من الدي ان ايه، عينه دم من الدي ان ايه للجينات الوراثيه، والدي ان ايه لا يخطئ بنسبه 100%، احتمال الخطا به غير وارد. هات لي العينه دي ان ايه وامسك لي الخميني او الخامنئي، دلوقتي امسك لي السيستاني، اكبر مرجعيتين بيقولوا ان احنا الساده وان احنا بنقود العالم الشيعي. شوف الدي ان ايه بتاع المهدي وشوف الدي ان ايه بتاع الخامنئي والسيستاني. طبعا هذا لن يحدث لسبب، لان اصلا مفيش مهدي ولا حاجه، وهم عارفين انه مفيش مهدي، لكن بيدجلوا على الناس وبيمتصوا اموالهم ويغتصبوا اعراضهم ويذبحوا في اهل التوحيد في السنه في العراق وفي لبنان وفي سوريا وفي اليمن وفي باقي البلدان، كفانا الله شرهم باسم هذا الدجال. رشيد من المغرب، السلام عليكم. السلام عليكم يا سيدي. اتفضل.
أولا أستاذ محمد أشكرك على جميع البرامج التي تقدمها دعما للقضية السنية في كل أنحاء العالم. جزاكم الله خير. جميع العلماء والمشايخ الذين يحضرون في برامجك وفي برنامج جباء واستوديو صفا. أشكرك. أقول لهؤلاء الصفويين إن كانت عصية على من كان قبلكم تضيع معنا الحصن الحصين لهذه الأمة. نعم. المؤمنين وخليفة المسلمين حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد السادس نصره الله، سنردكم خائبين بإذن الله تعالى، وسنردكم أمتي إن شاء الله. وهذا الجيش الأممي التابع للأمة الإسلامية الذي شكل في اليمن بإذن الله، نسأل الله لهم النصر المبين. آمين. وللمجاهدين لمكان وفي أهلنا في سوريا وفي جميع مناطق العالم، نسأل الله أن ينصرهم ويؤيدهم بنصر من عنده وجنود من عنده بإذن الله تعالى. أشكرك أخي رشيد. الحجة فاطمة الإمارات، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام، تفضلي اسمعك. شيخ اخبارك شيخ؟ بخير الحمد لله، تفضلي. انا قلت لك شيخ عاد ما قاعد شيخ ولا لا انت عاد ما ادري. انا فقط مذيع، انا مذيع فقط، لست شيخا. مذيع اقول هذولين انت تقول عنهم المساردة هذه لا؟ ترى شو اسمه بقول لك ترى المهدي من صوبنا احنا، المهدي من صوبنا احنا السنة بيطلع في موسم الحج كما قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو روحه ما عرف انه هو مهدي اصلا، ومن آل الحسن بيكون، صح ولا لا؟ من ابناء الحسن من فاطمه. نعم اكيد هذه ولد الخميني اللي مات ويقولون مات، هذه حاطين عليه مثل غشوه على وشه، وهذه يمكن هم مسمينها حاطينها في السرداب بيقولون المهدي، لكن المهدي من صوبنا احنا بيكون، مو من صوبهم. ما فيش موسم الحج بيطلع، وتعرف انت القصه شيخ. نعم. تعرف يا استاذ لي. شكرا لك يا حاجه فاطمه، شكرا جزيلا. حسين الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو لونك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير، تفضل. واحوالكم يا احوال القناه الصفاء؟ الحمد لله بخير، تفضل. نشكركم على القناه هذه ونطلب منكم الاستمرار. اشكرك، جزاكم الله خير. شكرا اخي حسين. عايزين بس ننبه الى اننا لما ناتي نقول ان هناك تعاون جزائري على مستوى النظام الرسمي مع ايران ضد اي حد او نكايه في كذا او ده، يا اخواني نحن ندعو للجزائر ان تظل امنه مطمئنه، ان تظل دوله مركزيه بوزاراتها، بوزاره دفاعها، بامنها، بمخابراتها. فاحنا بنقول يا ايها النظام الجزائري رجاء خذ العبرة مما حدث في العراق، خذ العبرة مما حدث في سوريا، خذ العبرة مما حدث في اليمن. لا توجد إيران ولا خلايا إيران يعني الشيعية المجوسية الموالية لأهل بيت النار المجوس في إيران، قم ومشهد والنجف وكربلاء، يعني إلا وكانت البلد مفككة أمنيا. فإذا يا عمي النظام الرسمي في الجزائر إذا لم تسمع إلى كلامنا من الناحية العقائدية من أن الشيعة ليسوا من المسلمين، اسمع من الناحية الأمنية، لأن إذا وجد التشيع عندك هتلاقي عندك الأمازيغي والمسيحي، هتلاقي الجماعة الفرنسيين زي ما ضغطوا على الجزائر منذ عقدين من الزمان عشان المسيحيين مش عارف ياخدوا وضعهم وبتاع. ما فيش اضطهاد للمسيحيين في الجزائر. طيب أهلنا الأمازيغ حتى المسيحية، يعني في المزيغ منهم جزء مسيحي وفي جزء إباضي من الإباضية. يعني هتيجي تلاقي إيران تعمل ده. إيران الآن في ليبيا بتدعم، تحية طبعا لأهل ليبيا وحفظها الله ويعني ألف بين قلوبهم يا رب. حاليا إيران في ليبيا بتدعم الأمازيغ للانفصال. طبعا لو خدت ليبيا بتاخد ليبيا وجزء من الجزائر. طب أبو عبد الملك النرويجي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك أستاذ محمد؟ الحمد لله بخير، اتفضل. أستاذ محمد، نشر التشيع يعني نشر الشرك والضلالات والدعارة والفتن والقتل والدمار. ولقد أحدثت هذه القناة المباركة ونظيراتها زلزالا ودكت حصون الرافضة دكا، وقد اهتدى بفضل الله تعالى. ثم بسبب هذه القنوات المباركة الطيبة أعداد هائلة من الشيعة ولا يزال يهتدون ويدخلون في دين الله أفواجا. الحمد لله. وحتى الذين بقوا على
هذه العقائد الباطلة والمذاهب الفاسدة بدأت الشكوك والهواجس والأسئلة الملحة تثير في نفوسهم، فلما يوجهون هذه الأسئلة إلى شيوخهم لا يجدون عندهم الأجوبة الشافية، وهكذا. ولكن لدي ملاحظة لو سمحت أخي محمد. نعم. يوجد في الشريط الأخباري أسفل الشاشة خبر مفاده منذ أيام أن هناك تقارب بين الأكراد وبين اليهود، وهذا الخبر عار عن الصحة. فالأكراد بحمد الله تعالى هم من أهل السنة والجماعة. نعم. وهم أسلموا منذ زمن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، وإن كان ثمة تقارب على مستوى القيادات، أعلم ذلك يا عبد الله. على بعض الشخصيات المتنفذة في الحكومة العلمانيين، وشأنهم كشأن بقية الدول بالضبط كده العلمانية الذين لا يحكمون بشرع الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنت. وعايز برضو أنبه للي قاله أخونا أبو عبد الملك، أهلنا الكرد يعني هم أهل سنة وجماعة مع كل التقدير للعوام والبعيدين عن القرار السياسي، لكن قادة الكرد لهم علاقات باليهود زي باقي الدول. عبد العزيز المغرب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل. أخ محمد صابر، أحبك في الله. حبكم الله دكتور من أجلي. أخ سؤالي، لدي سؤال فقط أريد أن أعرف سؤال. تفضل. أين يوجد الخلل؟ أين هو الخلل؟ كيف لدولة مارقة أن تفعل في أمة هذا الشكل؟ كيف نحاربه؟ وأين خلل في هذه الأمة؟ أمة مليار مسلم، مليار و880 مليون شيعي في العالم. كيف نحاربها؟ الخلل أن الحكام موظفون لدى الصليبية العالمية، ويحسبون أن الصليبية العالمية هي التي تحميهم، في الوقت الذي هي تغذي الزراع الشيعي وتغذي الزراع الصهيوني وتغذي الزراع الدرزي والزراع يعني البوذي في ميانمار، تغذي كل الأزرع التي تدمر المسلمين والموحدين، وهم فاكرين ان اللي بتحميهم امريكا. بس هو ده الخلل. فالصح فينا نبدأ بأنفسنا ونبدأ نصنع سلاحنا حتى نستقل ويكون عندنا أسباب القوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. طالما ما عندناش إعداد ولا سلاح هنفضل طول عمرنا تابعين للغرب. شكرا أخي عبد العزيز. طيب مين هم الشيعة؟ بس كلام بنوجهه إلى أهلنا في الجزائر وأهلنا في المغرب. يعني من هم الشيعة؟ يعني ليس في عصرنا شيعة. كلام قيم للدكتور ناصر القفاري حفظه الله يقول ما يلي: ولهذا فإنه ينبغي أن يعلم بأن من يطلق عليهم الشيعة أو من يطلق عليهم الشيعة اليوم ليسوا شيعة، بل هم وثنيون في توحيد العبادة، ومشركون في توحيد الربوبية، ومجسمة ثم جهمية معطلة في باب الأسماء والصفات، ومرجئة غلاة في باب الإيمان، وخوارج وعيدية في باب الأسماء والأحكام، وسبائية رافضة غلاة في باب الإمامة والصحابة، وهم أيضا إرهابيون عدوانيون في علاقاتهم مع مخالفيهم، وخرافيون في معتقداتهم، وهم خوارج لا يرون لولي أمر بيعة مهما كان صلاحه وعدله إلا أن يكون الولي الفقيه، وتكفيريون يكفرون المسلمين أحياء وأمواتا، ومزدكية إباحية في العلاقات الاجتماعية باسم المتعة، ولصوص أموال في الاستيلاء على أموال أتباعهم باسم الخمس. فمذهبهم مستقر لكل شذوذات الفرق وانحرافات الأديان وضلالات الملل والنحل. والضابط الدقيق لمعرفتهم اليوم والتفريق بينهم وبين غيرهم من فرق الشيعة هو أن كل من يعتمد في تلقي دينه على ما يسمونه بالمصادر الأربعة المتقدمة والمصادر الأربعة المتأخرة، أو صحاح الإمامية الثمانية، أو ما يسميه الدستور الإيراني في مادته الثانية بسنة المعصومين، ويؤمن بجميع ما جاء فيها، فهو ليس من الشيعة بل لا من الرافضة، بل هم الامتداد التاريخي والعقدي للسبائية. فالسبائية هي الاسم الأقدم، والإثنى عشرية هي الاسم الأحدث لحقيقة واحدة. ولا يوجد في عصرنا شيعة، لأن ما في هذه المصادر هي عقيدة غلاة الروافض المشركين والمجوس الصفويين، وعلي وشيعته منهم براء. ولا يوجد اليوم على وجه الأرض سوى غلاة الروافض، باستثناء زيدية اليمن المعتدلين غير الحوثية أتباع الجارودية ممن سلك مسلك هؤلاء الصفويين. أخذ أبو بدر العراق الكويت. أبو بدر، السلام عليكم.
يا أبا بدر. لو سمحت فقط أود أن أبين الأكراد الذين يغطون كوباني وهذه المناطق هؤلاء ليسوا من أهل السنة، باطنية إسماعيلية. تمام. باطنية إسماعيلية. الأكراد الذين يغطون كوباني ومناطق سوريا من جهة تركيا هؤلاء باطنية إسماعيلية. نعم. فقط حاولت أن أبين، لأن الأخ اللي اتصل من المغرب أو من الجزائر تكلم عن الأكراد. نعم. فحاولت أن أبينهم. جزاك الله خير وأحسن الله إليك. أشكرك أبو بدر، شكرا جزاكم الله خير. هي دي هم دول الشيعة، هي دي أوصافهم يعني ناس بتؤمن بعقائد خرافية، بتؤمن بأن في شخص عايش بقاله 1200 سنة. طب فينه هو؟ ما فيش. طيب يعني إيه أثره؟ يعني الإمامة دي في عقيدة الشيعة لابد من إمام حي ظاهر يعرف، فهذا الإمام لا هو حي ولا ظاهر ولا يعرف ولا له أثر أصلا. يعني عندهم المهدي موجود في سرداب سمراء، واخدين فقه الإمام جعفر المتوفي سنة 148 هجرية. طب يا عم ما عندك المتخلف عقليا في السرداب المهدي ده، عشان تعرف ان ده أكبر دليل انه مش موجود أصلا، لأن لو موجود كانوا خدوا بفقهه وتعاملوا معه وكانوا أخرجوا للأمة يعني فقه آل البيت، وإنه حي يعرف على الأقل يدينا توقيعات زي النصابين اللي هم نواب المهدي الأربعة اللي كانوا في الغيبة الصغرى، كانوا بيرجبوا توقيعات ويقول لك ده توقيع الإمام. حتى الجماعة اللي هم الإيرانية والعراقيين دلوقتي الشيعة المتخلفين دول مش عارفين يحبكوها زي ما كان حبكها العبرتائي والسمري وعثمان بن سعيد وسعيد ومحمد بن عثمان. معنا أبو محمد فلسطين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. سلامات أخي الحبيب محمد صادر، إني أحبك في الله. أحبكم الله زهتم من أجل أخي. أريد أن أنوه لأمر ما. يعني قبل أيام أعلنت إيران أنها لن ترسل حجاج إلى الكعبة إلى مكة. الحمد لله. وهو الذي نفسي بيده. أخشى أن يكون هذا فخا للمسلمين، حيث سيفجرون أو يعيشون الفساد في الحرم، ثم يقولون نحن هذا العام لم نبعث أي إيراني، والذين فجروا ودمروا ليسوا إيرانيين. هذه النقطة الأولى، تحذير لأهلنا في بيت الله الحرام. النقطة الأخرى أن الشيعة عندما اتفقوا مع الأمريكان ومع الأنظمة العميلة على أن يسودوا ويحتلوا ويكونوا قدما لهم في بلاد العرب والمسلمين، علموا يقينا أنهم بعقيدتهم لن يفلحوا، فلذلك سيستميتوا وتستميت أمريكا ويستميت الصهاينة في تثبيتهم رغم كل ما يحصل، والله سبحانه وتعالى أعلم. فالحذر الحذر أيها الإخوة الأحباب. أشكرك يا أبو محمد فلسطين. جمال المغرب، حرر الله فلسطين، تفضل. أخي نحن نتصدى إلى الشيعة في المغرب، حياكم الله، بقلب خالص. ونحن نتابع البرنامج منذ 5 سنوات. وأنت جزاكم الله خيرا أخي جمال، وحفظ الله المغرب السنية العلوية. يعني يا أهلنا في المغرب، يا أهلنا في الجزائر، يا أهلنا في مصر. يعني مصر أمنها القومي للإسلام السني. الإسلام السني هو الإسلام يعني الذي يتبعه الأمة الوسط. المغرب لازم الإسلام السني مالكي، الجزائر إسلامها السني. انتوا ليه أصلا كحكام بتبعدوا الشعب عن رغباته في أنه يريد أن يتقرب إلى دين الله وإلى الإسلام السني؟ يعني قودوهم إلى الله فيتبعوكم كولاة أمر. إنما لغاية دلوقتي في جماعة من المحسوبين على السلفية يقول لك طاعة ولي الأمر ولو كان شارون. أبو محمد السعودية، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. بالنسبة للشيعة يبغى يعني يسوون حلقات يعني الله يجزاك خير. سويت حلقة للجزائر، نريد حلقة للمغرب أيضا، لأن المغرب وتونس أيضا إن شاء الله فيها حسينيات الآن. يعني الجزائر ما فيها حسينيات، ولكن تونس فيها حسينيات أكثر من في القيروان وفي خلاص إن شاء الله نتناول التشيع في تونس. أحمد شعبان رئيس تحرير البرنامج يسمع هذا الكلام، حلقة عن تونس يا شعبان. فاللي أنا عايز أوصل له، الإسلام السني هو ده الضامن لكراسيكم وعروشكم. طيب أنتوا ليه بتبعدوا المسلمين عن إسلامهم السني وتدخلوهم بقى في فتن ومش عارف ونصارى ومسلمين وشيعة وبوذي ودرزي إيه الموضوع؟ يعني أنت مش هينفع تستقر على الكرسي غير لما تفرق تسد. يعني في الإدارة أنواع، يعني
يعني او الحكم انواع، في الحكم اللي هو بفارق تسد، في الحكم ايضا بالحب، ممكن تحكم شعبك بالحب، وممكن تحكم شعبك بالوسطيه، ان تكون وسطا بينك وبينه. ابو ساره الجزائر، السلام عليكم. يا ابو ساره اتفضل. كيف يا شيخ؟ بخير؟ تفضل انت معي على الهواء، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام، تفضل. كيف حالكم يا شيخ؟ بخير؟ الحمد لله بخير، تفضل. الحمد لله. احنا نبغض الشيعة في الجزائر ولا نحب الشيعة يا شيخ. لو كانت حتى الجزائر كانت خاصة، كيف يحبون يكفرون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ونحبهم؟ والله لا ندخل الجزائر قطعناهم إرابا. نعم صدقت. اهل الجزائر يحبون اهل السنة والجماعة والعقيدة السلفية. نحن ائمتنا كلهم سلفيون، حتى رئيسنا سلفي. نعم. جزاكم الله خير. شكرا لك أخي أبو سارة، وتحية لأهل الجزائر. والله نعلم أن الجزائر لن تقبل ولن تكون أرضا للتشيع، لكن لعن الله السياسة فيها ما فيها ولها ما لها. يعني ربما تعلن أنظمة أمورا يعني لتكسب بها مكاسب من دول أخرى وهي لا تفعل ما نعتقده. يعني ليس دفاعا عن أحد، يعني السياسة والكلام الذي يخرج للإعلام أكيد بيختلف تماما عن الواقع على الأرض. وليد أبو ظبي، السلام عليكم. أم وليد أهلا بك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. يعني انا اسالك انه احنا ننتظر يصير فينا مثل ما صار ايام محاكم التفتيش، يعني ننتظر لنذبح مثل النعاج مثلا. يعني هيدا الوضع سوريا ولبنان واليمن والعراق اخوتنا، يعني احنا رح نموت من اللي عم نشوفه دب في قلوبنا. لامتى حنضلنا قاعدين عم نتفرج على هالدوله المارقه هيدي واللي ما نحن عم نستحي منها؟ انا بس بدي لامتى بدنا نضلنا نحن مستحيين ومطاطين راسنا لغايه لعقر دارنا ويذبحونا مثل النعاج مثلا. صدقتي والله يا ام وليد. يذبحوهم ولا ننتظر ايام التفتيش؟ محاكم التفتيش. أرجوك يا أستاذ محمود، يعني أعصابنا تعبت. نعم والله احنا كل يوم بنواجه هذا الكلام، يعني دماء اخواتنا في سوريا ولبنان يا ام وليد. والله احنا ليس لنا اي قوة الا قوة الكلمة. قدام مننا يعني بنادم نضلنا ماشيين بها نتفرج على الحكايات هيدي. أشكرك، رسالتك وصلت. يعني ربما يسمعها القائمين على الأمر يعني ويتحرروا من التبعية الصليبية ويأخذوا قرار لصالح عقيدتهم ودينهم وتوحيدهم فقط. خذوا هذا القرار سريعا حتى لا تزلزل عروشكم، خذوا هذا القرار سريعا حتى لا تفقدوا كراسيكم. هذا الكلام مهم جدا. خذوا هذا القرار حتى لا يتم دعشنة الوطن كله. خذوا هذا القرار سريعا وانقذوا أو احقنوا الدماء في العراق، احقنوا الدماء في سوريا، في اليمن، في كل البلدان التي يعني يذبح فيها المشركين الشيعة السنة. علي الجزائر، السلام عليكم. محمد صابر، جزاك الله خير. وجزاكم، تفضل. بارك الله فيك، جزاك الله خير. المهم أخي كريم محمد، النظام الجزائري أمريكا تريد أن تورطه مع إيران، لأن أول من ساعد العراق في حرب العراق الجزائر هي أولى الذي ساعدت العراق في الأسلحة. أمريكا تريد أن تورط هذا النظام الكافر وسيكفينا شرهم الله عز وجل عن قائم إن شاء الله. ونحن مع سوريا ومع الشيشة السعودية إن شاء الله، وأميرنا الملك سلمان حفظه الله إن شاء الله ونصره، ونحن جاهزون للدفاع عن المملكة إن شاء الله بحول الله وعن المسلمين أينما كانوا وعن إخواننا في سوريا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكرك أخي علي، جزاكم الله خيرا. لا فرق بين المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر والسعودية والإمارات، لا فرق. جميعنا موحدون أولا، مسلمون، سنة في التوجه. طبعا احنا بنضطر نقول سنة على أساس ان حدش تاني يطلع يقول لك أنا درزي شيعي علوي مش عارف ايه. عرب ناطقين باللغة العربية، قومية واحدة. فتخيلوا كل مقومات الوحدة موجودة للدول العربية، من العقيدة الواحدة، اللغة الواحدة. يا أخي والله العظيم الواحد بيستغرب، بتلاقي الاتحاد الأوروبي مفيش دولة بتتكلم لغة التاني إلا ما ندر وفي الآخر توحدوا.
يعني بتلاقي في مثلا دول توحدت ليس رابط بينها لا عقيدة ولا لغة ولا حدود ولا قومية. احنا عندنا قومية واحدة، كلنا شكلنا عرب، كلنا شبه واحد، يعني تغيرات عادية، يقول لك ده شعوب قبائل البحر المتوسط، ده مش عارف ايه قوقازي، ده بتاع. لا، احنا كلنا عرب، كلنا بنتكلم لغة واحدة، كلنا بندين بدين واحد، ونعبد إلها واحدا ولنا نبيا واحدا صلى الله عليه وسلم، وفي الآخر مش مجتمعين. امال الاتحاد الاوروبي اللي 27 دوله اجتمعوا وهم ما فيش ولا رابط بينهم. معنا محمد المغرب، السلام عليكم، اتفضل. معنا السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب، قطع الاتصال باخونا محمد. فيعني اسباب الوحده موجوده بيننا، لكن ممنوع غربيا، ممنوع. احجار على قطر، احجار على رقعه الشطرنج زي ما بيقولوا، فممنوع تماما نتحد. طب ليه ممنوع؟ يعني ايه الموضوع؟ ايه المشكله؟ الله اعلم. دي المشكله دي جاوب عنها اصحاب الراي واصحاب القرار والعلماء، يعني ويعني الناس اللي في ايدهم يعني الحل والعقد كما يقال. عايز اراجع مع حضراتكم مره ثانيه كلام الاستاذ الدكتور ناصر القفاري حفظه الله الذي قال: ليس في عصرنا شيعة. عكاش المغرب، السلام عليكم. حياك الله اخ محمد. وحياكم سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل انت مع الهواء، تفضل. كيف الحال اخي محمد؟ الحمد لله رب العالمين، تفضل. فقط احب ان اوجه رسالة الى الحكومة المغربية ان تعامل كل شيعي بمعاملة خائن للدين والوطن. وبالنسبة لمسردبه فهذا شيء يعني واقعي، أي إنسان أن يؤمن به. نعم. لأن مسردبهم ليس موجودا، يعني لا يخفى عن أحد. هو الدجال، هو من فيه الدجال أصلا. نعم، صدقت. هو من أتباع الدجال. شكرا أخي محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب، هل المغرب أو أي دولة عربية أخرى، مصر مثلا ولا السعودية، ولا تقدر تعتبر الشيعي مرتد زي ما حصل في ماليزيا مثلا؟ يعني ماليزيا الأعجمية اعتبرت كلمة شيعي تساوي مرتد وبتقيم عليه الحد، خلاص. ليه ما نعملش عندنا كده؟ هم خربوا بلادنا أصلا. المهم اللي أنا عايز أضيفه كمان لجمعية رساليون دي، اللي هي تم القبض على الشكراني ده بتاعها في المغرب أول أمس يعني، ويتم التحقيق معه الآن. هذه جمعية تتبع الشيرازية من الشيعة. احنا عارفين الشيعة ملل ونحل كثيرة، يعني الدين الشيعي ما شاء الله، يعني دين ابن سبأ اليهودي ودين المجوس، ففي حاجات كتير، يعني أهل بيت كتير. فالشيعة في المغرب هم أشر شيعة، اللي هم الشيعة الشيرازية اللي هو بيرأسهم يعني، أو شيعة المغرب تحديدا اللي بيتواصل معهم وبيدعمهم ماديا ياسر الحبيب في لندن. واحنا عارفين طبعا ياسر الحبيب وما أدراك ما ياسر الحبيب في سبه العلني للصحابة، والشيرازية كلهم يسبون الصحابة علنا ويطعنون في أرض النبي علنا، وبيحتفلوا طبعا بيوم هلاك عائشة وقعدوا يهتفوا عائشة في النار، عائشة في النار زي ما انتم بتسمعوا. فتخيلوا للأسف الشديد المغرب العربي التي تحكمه أسرة علوية منسبة نسبا أصيلا لا شك فيه للإمام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وأبنائه الحسن والحسين سبطي رسول الله، تلاقي فيها شيعة شيرازية. شيء غريب. أبو محمد السعودية. السلام عليكم أخي محمد. وعليكم السلام، تفضل. أخي محمد، أنا أتعجب إنه إحنا يعني عيبنا نحملوا العدونا ونريد الأمان من عدونا إنه يؤمن على أعناقنا. فالعيب فينا إحنا العرب وإحنا المسلمين. إحنا يا أخي لو نرجع الجزائر، علي بالحاج نجح بالانتخابات وقاموا عليه وحطوه بالسجن 25 سنة. الأخ مرسي أيضا فاز بالانتخابات وحطوه بالسجن. أخي وين تكون حركة إسلامية تكون ضد العدو؟ إحنا المسلمين حررنا أفغانستان وفتتنا روسيا. الساعتين إحنا المشكلة نعيب إيران. إيران يا أخي عدو.
إذا كانوا زنات، إذا كانوا قحاض، إذا كانوا شكون ما يكون صفتهم، هذا ما مشكلتنا. ولكن إحنا مشكلتنا إحنا اللي فينا. يعني عايز تقول إن نتيجة تراجعنا وضعفنا بانت قوتهم. يا أخي الساعتين الفلوجة تذبح ولا ابن كلب عربي يقول وين الفلوجة. احكي معلش ونشوفها تذبح تغتصب النساء من 2013 2003. سوريا صار لها 6 سنوات يا رجل النساء تغتصب والمدري ايش و5000 فصيل. ليش فصلت يا اخي؟ 5000 فصيل يا اخي شلموا اغلبهم على بعضهم. قاموا الاكراد شيوعيين يا اخي شيوعيين، ما هم لا هم فاطميين ولا هم اي ينتمون على اي مذهب، ملحدين وصاروا يقاتلوننا يا اخي. احنا شلمتنا ونريد راس، لا السعوديه ما جاتنا ومسويه راس إنه، ولكن للأسف تقاتل المسلمين يا أخي. إحنا نريد يا أخي ناس تقاتل عدونا، ما تيجي تمسكنا من حلوقنا وتقدم لنا روسنا لأمريكا والإيران. من 2003 الدول العربية هي اللي قدمت روسنا لإيران والأمريكا ويذبحون بينا. وين التانص يا أخي محمد مرسي بالسجن رئيس منتخب يا اخي. طيب بعد اذنك يا ابو اعلق انا عشان دي حاجه تخصني انا شخصيا، يعني اعلق بس يا ابو محمد على مرسي مشكلته انه كان يتقارب مع ايران. تمام. اخي محمد بعد اذنك كل التقدير والاحترام لانه منتخب من عدمه. يعني والله يا اخي محمد مرسي ما كان يتقرب، لا والله مرسي لو انه ظل سنه كامله والله ايران يجوز لا يوقف على حدوده مثل ما وقف صدام حسين. ازاي وهو اول من ادخل رئيسا ايرانيا الى مصر بعد 31 سنه؟ يعني مبارك العلماني ما دخلش ايراني، يعني خنزير ايراني داخل مصر. مرسي جاب رئيسهم وقعد يعمل كده في الازهر ويعمل كده مش عارف فين. ايران كلها خنازير، ولكن احنا الخنازير، احنا الخنزر من الخنازير. لما نستنى الخنزير الايراني نستناه يجي يغتصب نساءنا ويذبح بينا. معك حق في هذا، والحكام متخاذلون، والحكام موظفون لدى النظام العالمي، والحكام اصلا عملاء للنظام العالمي. انا بقول الكلام ده يعني انا بقول لك اهو، بس احنا قلنا الكلام خلاص، عملوا ما عملوش خليه لغايه ما نشوف بقى الله ياتي بقائد ملهم يعني رباني يقود الامه ويطهرها من كل هذه الزبالات. الملك الله يرحمه الملك عبد العزيز يا اخي، الملك عبد العزيز قام ومشى وين ما يا اخي. الملك سلمان يتحرك ويقول يتقدم على العراق ويبعث منها الجنرالات اللي قاعدين. ما هو معهش حد اصلا، يعني الملك سلمان ليس معه احد يا محمد. كنا معه، كنا معه دي كشعوب عواطف، لكن هو عايز دول معاه وعايز استراتيجيات وعايز جيوش وعايز تخطيط يعني المسألة انك انت تدخل في حرب، انت عارف ان ايران ليست لوحدها. طب اسالك يا ابو محمد بس، يا اخي محمد صلى على محمد يا ابو وعلى اله واصحابه. بس اسمعني شويه. افغانستان ما رادت لا جيوش ولا شيء، راد الشباب ملتحين مشكلين اهل السنه الصحيح. يا سيدنا بس اسمع، انت دلوقتي عارف ان ايران وراها امريكا والغرب الصليبي ولا لا؟ ايران بس اسمع بس كلامي. طب نسمع بعض يعني. ممكن نسمع بعض. احنا هسه والله يا اخي الحدود ونشوف العراقيات الماجدات يذبحن ويغتصبن. صدقت. وكل واحد يطلع يا اخي يسولف على كيفه من الايرانيين بالعراق وبسوريا، واحنا ساكتين ولا ابن كلب جنرال قتل لا بسوريا ولا بالعراق. احنا نريد جنرالات اتركوهم يا اخي، اللي يريد يجاهد ويروح يا اخي. نحن ما نتهم لا داعش ولا نصره يا اخي. نعمل صلح بين المسلمين والقادة العرب يا اخي. نعمل الدين للحكومة والاسلام للشعوب وخليها مثل شيخنا محمد بن عبد الوهاب يا اخي. اشكرك ابو محمد، جزاكم الله خيرا، شكرا جزيلا. انا في نهاية الحلقة يا اخوانا، القضية ان احنا او حكامنا وكلنا عارفين ان ايران وشيعتها وراها الصليبية العالمية كلها، وراها امريكا وروسيا، وراها الغرب كله اللي هو الناتو، كل ملل الكفر وراء ايران وشيعتها. فلما تيجي السعودية تاخد قرار بالحرب
لازم تبقى مأمنة نفسها وعاملة خطط واستراتيجيات وهكذا. لما تيجي مصر تاخد قرار بالحرب يبقى نفس الحكاية. ايه اللي في وراء كواليس السياسة ووراء كواليس القوة لا يعلمها الا هؤلاء. لكن احنا علينا ان احنا نقول لهم اتحركوا من فضلكم، الدنيا بايظه، الدماء سالت في كل مكان، انقذوا المغتصبات، انقذوا المعتقلين، انقذوا يعني مشوا بشار، مشوا خنازير الشيعة في العراق وهكذا. ده اللي احنا علينا. لكن هم بيتحركوا ليه او ما بيتحركوش ليه مش قضيتي. على اي حال في نهاية الحلقة من هم الشيعة؟ هذا الكلام الذي قاله الدكتور ناصر القفاري حفظه الله، أنه قال ليس في عصرنا شيعة. قال ولهذا فإنه ينبغي أن يعلم بأن من يطلق عليهم الشيعة اليوم ليسوا شيعة، بل هم وثنيون في توحيد العبادة، ومشركون في توحيد الربوبية، ومجسمة ثم جهمية معطلة في باب الأسماء والصفات، ومرجئة غلاة في باب الإيمان، وخوارج وعيدية في باب الأسماء والأحكام، وسبائية رافضة غلاة في باب الإمامة والصحابة. وهم أيضا إرهابيون عدوانيون في علاقاتهم مع مخالفيهم، وخرافيون في معتقداتهم. وهم خوارج لا يرون لولي أمر بيعة مهما كان صلاحه وعدله إلا أن يكون الولي الفقيه. وتكفيريون يكفرون المسلمين أحياء وأمواتا، ومزدكية إباحية في العلاقات الاجتماعية باسم المتعة، ولصوص أموال في الاستيلاء على أموال أتباعهم باسم الخمس. فمذهبهم مستقر لكل شذوذات الفرق وانحرافات الأديان وضلالات الملل والنحل. والضابط الدقيق لمعرفتهم اليوم والتفريق بينهم وبين غيرهم من فرق الشيعة هو أن كل من يعتمد في تلقي دينه على ما يسمونه بالمصادر الأربعة المتقدمة والمصادر الأربعة المتأخرة، أو صحاح الإمامية الثمانية، أو ما يسميه الدستور الإيراني في مادته الثانية بسنة المعصومين، ويؤمن بجميع ما جاء فيها، فهو ليس من الشيعة بل لا من الرافضة، بل هم الامتداد التاريخي والعقائدي للسبائية. فالسبائية هي الاسم الأقدم، والاثنى عشرية هي الاسم الأحدث لحقيقة واحدة. ولا يوجد في عصرنا شيعة، لأن ما في هذه المصادر هي عقيدة غلاة الروافض المشركين والمجوس الصفويين، وعلي وشيعته منهم براء. ولا يوجد اليوم على وجه الأرض سوى غلاة الروافض، باستثناء زيدية اليمن المعتدلين غير الحوثية أتباع الجارودية ممن سلك مسلك هؤلاء الصفويين. انتهت الحلقة. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.